شوف سيف محمد واقف الكره ازاي يا ولد العين. تمشي كره ثانيه عن طريق كداوي ممتازه للمغربي. انطلقت المباراه، اتحركت المباراه، عدى المغربي ممتاز. نجم الجيش الملكي ينطلق الكداوي، لكن اتقطع جماعات مع ستوتش. صدقوني الجبهه الشمال دي هتكون عنوانها نار يا حبيبي نار. يفرق كتير مع نادي العين ان يكون في الاسيست موجود مع سلام عبد الرحيم. مره اخرى تاني محطوطه جميله ولد جميله. سلام على الفكره، يا سلام عليك يا همام يا طارق يا لعيب، يا ولد يا ولد يا ولد خطيره. بص لعيبه الكره لعيبه، يا سلام يا الله الله الله. حلوه حلوه جميله. شوف المتعه شوف الروعه. هو عارف واقف ازاي وكان هيخادع خالد عيسى. عموما حكم لقاء بيصفرين اللعيبه. دي الكره الجميله جدا، لعيب كره كبير طبعا، لاعب كره كبير، محدش يفكر في هذا الكلام. شوف هنا قدر حارس المرمى، انما خالد عيسى والبلاي ممتاز. التحركات بتاعتهم بدا الحقيقه بعد تلت ساعه الحقيقه تقال نادي الصفر يدخل مباراه احسن. تمشي كره ثانيه عن طريق همام القداوي الخطار جدا، الله جميله باليسار بعيد السلوفاكي ويسدد عن طريق كره خطيره عن طريق ركله حره مباشره ثابته. مره اخرى ثاني الجبهه الشمال همام مهارته عاليه جدا انطلاقه، لكن الكره في الاخير ركله مرمى يديها حكم اللقاء عالي وتحضير وشغل المدربين العالي صعب المأمورية. انما همام طارق ملعب نفسه يبان ينطلق على طول تاني خطيرة عن طريق الهمام، لكن عاوز يسدد. لو كان الصفرة كان تعادل كنت ممكن تلاقي هلال سعيد او احد الاطراف يعني كان ممكن يغير كتير زلاتكو من شكله. الدفاع العيناوي محاولة تاني في اليسار عن طريق همام يا ولد ممتازه، لكن برضه النادي الصفراء عبد السلام وعبد الرحيم وهمام طارق والجبهه الشمال انشط لاعب في نادي الصفراء. النتيجه لهدف اخر في مرمى نادي العين. تمشي على طول الكره ثاني طويله اماميه. همام نجم كبير جدا، لعيب فري باير اتحرك جميل. الله عدى 1 2 3 بالشمال هياخدهم. الله عليك يا همام. عرضيه من همام جميله ممتازه تصويبه. ان احنا نشوف اهداف كتيره. الشوط الثاني المباراه اتفتحت. تمشي على طول ثاني همام طارق، لو داس عليها خطيره همام طارق، لكن امام الصفراء ولا زال التقدم عيناوي 3-1، ولا زال التاريخ والارقام والمعطيات والبراهين تركن لنادي العين برغم التسديده الجميله عن طريق اللاعب همام طارق. لاعب اللي هيكون مكسب جميل جدا من اللعيبه اصحاب الجينات بتاعت عمر عبد الرحمن وبتاعت اسماعيل مطر وبتاعت اللعيبه المهاريه العاليه جدا. لعيب كوره لكن في توقيت اللعيب بيجي بيبقى توقيت مناسب. 38 سنه خدمه. تمشي على طول الكره تاني طويله اماميه، محاوله تاني بالنسبه لصالح همام طارق، يضغط همام لكن رمي التماس. النهارده لو ليا دور ان انا اختار المان اوف ذا ماتش الحقيقه لازم يترشح همام طارق، مجهود كبير جدا بذله في المباراه.